حبايب مطبخ هالة عاملين ايه؟ النهارده بقى العيال قالوا لي يا ماما عايزين اكل كده جديد وتعملي لنا كده حاجات كده احنا بنحبوها. قلت لهم عيني. جبت الفرخه اللي انتوا شايفينها دي وقلت اعمل لهم بقى شويه اصناف كده حلوين ومن نفس الفرخه. فتعالوا يلا معايا نشوف هنعمل ايه. جبت الفرخه يا حبيبه قلبي كده مسكتها قطعتها، والبركه دايما بتكون حاصله معانا لما بنسمي الله وبنصلي على الرسول. جبت الفرخه يا حبايب قلبي كده قطعتها، الورك 2 والصدر 2، وهنعمل معاكم دلوقتي بدل الصنف 2. وتابعوني وهتشوفوا اكلات كده على قد الايد وهتدعولي. مسكت كده يا حبيبة قلب كده الصدر كمان، خليته كده من الرقبة زي ما انتوا شايفين، وقطعته 2. قطعته 2. هاخد بقى كده يا حبيبة قلبي واحد اشيله على جنب، بس هنغسل ده طبعا، كل اللي عملناه ده هنغسله غسلة مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. وهنيجي بسرعة كده هناخد واحد منهم، هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنشيل الجلد على جنب ونشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. والفرخة التانية الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هنقسم برضو الصدر اللي كان ده 2، وهناخدها كده على حبيبة قلبي نغسلها غسلة جميلة ونخليها كده بافتة زي الفل بالليمون والخل والملح، ونجيبوها بقى على حلة سخنة جدا كده ونشوحها كده بالكمون على الفلفل الاسود على البهارات اللي انتوا عارفينها، بهارات هلا حبيبتكم. ونعملوها يا حبيبة قلب كده ونتنوا نقلبوا فيها كده على نار عالية لحد ما نحس ان هي لونها غير كده، وطبعا مع التقليب. وبعد ما نحس ان هي كده خدت لون تاني، نمسكوها يا حبيبة قلب كده ونحط الطماطم والفلفل والورق اللورا والبصل اللي انتوا شايفينه ده، وهنحطه معاها كمان نص معلقة بهارات فراخ. ويا حبيبة قلبي نقلبها كده كلها ببعضها ونغطي عليها لحد كده ما نحس ان هي نزلت كل المية بتاعتها واتشوحت، ونسيبها على نار كده. بقى معلش انا كنت هنا نسيت احط الحاجات بتاعه الفرخه، فرجعت حطيتها وقلبتها عادي خالص ما يحصلش حاجه. خلينا كده دايما ايه، سهلين وبسطة كده مع بعض عشان الحياه تمشي عادي مفيش مشكله. غطيتها بقى وحطيتها على جنب، وجبت بقى الصدر اللي انا مخليه ده وهنخليه يا حبيبه قلبي. ما كانش عندي لحمه مفرومه وقلت اعمل بقى ايه، اعمل لهم كده صينيه جلاش زي العسل، وهتشوفوها معايا عاملة ازاي دلوقتي والبركة قد ايه، والكمية ضعفت وبقت حاجة بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا يا حبيبة قلبي حتى القناصية دي خدتها كمان هتدي معانا طعم. ومسكتهم كده غسلتهم غسلة محترمة كده بالليمون والملح، وخليتها كده بكل الادوات اللي عندك تغسلي كده وتنضفي من اي زفاره، وتجيبيها وتيجي وتجيبي الفلفل والفلفل والبصل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر دي، وتعالي معايا يا حبيبتي نعملوهم في الكبه كده ضربات خفيفه وتشوفوا الدنيا معايا عامله ازاي. رحت بقى بصيت على الفرخه لقيتها بسم الله ما شاء الله اتشوحت، قطع الفراخ اللي انا كنت عاملاها اتشوحت كده ونزلت ميتها، وغطيت عليها كده يا حبيبتي وسبتها على جنب تتشوح مع نفسها وتطيب في شربتها كده. وجبت الحلة بتاعت الجميلة دي ومسكت مكعب سمنة وشوحته على النار يا حبيبة قلبي كده، مسكته على النار يا حبيبة قلبي. وهنزل بالبصل، البصل ما خليه خشن مش ناعم زي ما انت شايفة كده، خليه خشن بلاش تنعميه قوي. وتحط عليهم معلقة بهارات هلا اللي انت عارفاها اللي انا قلت عليها كل فيديو بقول لكم عليها. ويا حبيبتي انك تشوحي في البصلة كده حوالي 5 دقايق كده مع بعضها، يمين وشمال ويمين وشمال زي ما انت شايفاني كده، انك تقلبي فيها لحد ما تحسي ان هي اتشوحت. وبعد ما تتشوح يا حبيبة قلبي هننزل عليها بالفراخ اللي انا فرمتها في الكبة، وبرضو ما تنعمهاش قوي، خليها كده بحيث تحسي بطعم الفراخ وانت بتاكلي. هننزل عليها كده زي ما انتوا شايفين، حتى هتلاقوا كمان القنصة كده باينة معانا اهي. هتمسكيها يا حبيبة قلبي تفضلي تقلبي فيها برضو لحد ما تحسي ان لونها غير كده، تقلبي فيها كمان 5 6 دقايق كده يا حبيبة قلبي، تفضلي تقلبي فيها برضو. وبعدين تحط لها كمان شوية بهارات تغطي عليها كده لحد ما تستوي وتحس ان هي ايه، بدأت تستوي معاكي. ما تنسيش تحط نص معلقة الكركم دي بتخليها في حتة تانية خالص. والطعم انت هتدعيلي. ويا ريت تقولوا رايكم في الكومنتات وتعملوا لايك واشتراك وتقولي لي رايكم في القناه وتتابعوني وتاخدوا لفه في القناه كده وتقولي رايكم ايه. جبت بقى لفه الجلاش يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفاني كده،
هنعملوها مع بعض. وجبت الصينية الجميلة ودهنتها بالزبدة، ورصيت فيها الأول كده الجلاش. بدهن الرق يعني اللي بتطبقيه اتنين كده زي ما انت شايفة، يعني ايه، ما مش بدهن كل ورقة عشان ما يبقاش السمنة كتيرة قوي. بتنيها اتنين كده وادهن دهنة خفيفة زي ما انت شايفاني. طبعا طول ما انت شغالة سمي الله وصلي على الرسول، وقولي يا رب كده، وكل حاجة بسم الله ما شاء الله بتفضل جميلة وفيها بركة. والله الحياة ما بتحلو غير بذكر الله. طول ما انت شغالة كده سمي الله وصلي على الرسول وخدي ثواب كده. وانت واقفة شغالة في المطبخ بتلاقي البركة. البركة مش ان انت بيبقى عندك حاجات كتير، البركة لو عندك حاجة واحدة بس وتسمي الله وتكون معاك تعمل، تحس ان في بركة في مطبخك. طبعا يا حبيبة قلبي انا بدهن معاكي كده واحدة واحدة زي ما انت شايفاني. ويا ريت تقولوا لي رأيكم يا حبيبة قلبي، يحبكم في الله والله، وتشجعوني وتقولوا لي استمر ولا ايه. واي حاجه ما انتوش عارفينها علقولي. جبت بقى اللحمه كده بعد ما استوت، وزي ما انت شايفاني كده حطيتها على طول، وبسم الله ما شاء الله البركه كانت كتير. وكانت فعلا صينيه الجلاش مليانه لحمه بسم الله ما شاء الله، قطع فراخ زي ما انتوا شايفين كده، وكان طعمها زي، هنفردها كده يا حبيبه قلبي. وطبعا اول رقين او ثلاثة كده ما تدهنهمش، لان في ادام في قطع الفراخ. فاحنا دلوقتي هندهنه بس بعد رقين او بعد اتنين او تلاتة. ونحط كده يا حبيبة قلبي وندهن وزي ما انتوا شايفيني بعمل كده تعملوا ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. طبعا نفضلوا ندهنوها كده يا حبيبة قلبي زي ما انت شايفة كل رق. لو انت مش بتحبي السمنة كتير ممكن بعد 3 4 رقات كده تحطي سمنة تاني، تدهني زبدة تاني زي ما انت شايفاني كده. وكده خلصت. وتجيبيها بقى يا حبيبة قلبي وتقطعيها بالسكينة كده قطع زي ما انت عايزة، كبيرة صغيرة زي ما انت عايز. انا كده قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. علشان دلوقتي هنحط لها البيض. تجيبي بقى يا حبيبتي بيضة، وتحط عليها برضو فلفل اسمر وكمون وليمون، عفوا فلفل اسمر وكمون. وتقلبيها كده وكوباية لبن، وتشربيها كده يا حبيبة قلبي لصينية الجلاش. وهنا كان الرز طاب زي ما انتوا شايفاني كده كنت عملته. وبعد الرز ما طاب حطيت الجلاش بسم الله ما شاء الله ياخد لون معايا في الفرن. وزي ما انت شايفاني كده بسم الله ما شاء الله. وكنت حمرت الفراخ كمان بعد معاهم. وكانت أكلة جميلة، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. ودي كانت النتيجة. ويا ريت تقولوا لي رأيكم.